بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهارده بقى معانا صينيه كده من الاخر، فاخر من الاخر. الصينيه دي تتاكل ببعضها كده يا جماعه. شايفين الجمال بقى والحلاوه؟ انا كده لسه هقرب لكم الكاميرا كمان من قريب ومن بعيد بطريقه سهله وبسيطه، واحنا اتفقنا مع بعض ان احنا نعمل اكلات على قد الايد ومتوفره، ما تكونش غاليه، وفي نفس الوقت نعمل اللي احنا عايزينه بامكانياتنا السهله والبسيطه زي ما متعودين مع بعض. شايفين الصينيه معانا؟ الطبق هنا بيتحدث عن نفسه يا جماعة. شوية رز بقى، حباية وحباية كده، شوية بصل بالسماء. شايفين؟ المهم سيبك من كل ده، سيبك من كل الكلام ده. اهم حاجة نركز في السردين بتاعنا. شايفين اللون بتاعه عامل ازاي؟ صينية شهية جدا جدا جدا. شايفين حتى القاع بتاع الصينية؟ مش لازقة ولا اي حاجة. الله على الجمال بجد. طريقة سهلة وبسيطة. شفتوا بقى شوية الحاجات اللي هي ايه؟ الطماطم والفلفل والبصل دول بتتاكل قبل الحاجات، تتاكل قبل السمك. تعالوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الفيديو بتاعنا مع بعض. هنجيب كده بولة حلوة، بولة حلوة. هننزل فيها ايه الاول؟ البهارات اللي هو الملح والكزبرة والشطة والكركم والكمون والبابريكا. بس كده؟ بس كده. اهم حاجة بقى في التركاية دي نظبط الملح بتاعنا والشطة بتاعتنا للناس اللي ما بتحبش الشطة. واهم حاجة بقى في الصينية دي اضافة الكركم. الكركم قلنا فوائده كتير جدا جدا، وفوائده عديدة لا يحصى لها. هنجيب بقى شوية توم كده حلوين، شوية توم حلوين، يعني راس كده توم حلوة. انا معايا كيلو من السمك، حطيت لي راس حلوة. السمك بيحب التوم والكمون والكزبرة، ناخد بالنا. السمك بيحب التوم والكمون والكزبرة والشطة طبعا. الشطة دي اساسي. عشاق الشطة حطوا شطة بسيطة، مش عايزين بلاش. بس هي الشطة بتفرق معاكي في الاكلة دي. كده احنا عملنا ايه؟ فهرسنا 6 فصوص توم، وهحط كمان ربع كوباية من الزيت، ربع كوباية من الزيت. وهعصر ليمونتين. هعصر كده مع بعض، نعصر مع بعض ليمونتين. كل التوابل متوفرة عندنا في البيت، واكلة بسيطة وسهلة وما بتاخدش منك ولا وقت ولا مجهود، زي ما احنا كده شايفين مع بعض. وتجديد ليكي وللعيال. هتعمليها تحبي ان انت تعمليها. كل ما هتجيبي سردين او هتلاقي سردين هتحبي ان انت تعمليها بجد. طريقتها السهله والبسيطه. هبتدي بقى ان انا ادوب. بس الاول هحط حبه من الطماطم والبصل مقطعاهم صغير، ومن الفلفل السبايسي والبارد. يعني عامله فلفل سبايسي وبارد، طماطميتين وبصلتين وقرنين فلفل، واحد بارد واحد حار. هحطهم كده مع بعض وهقلب تقليبه حلوه عشان الملح بتاعي والتوابل بتاعتي تدوب كده مع بعض. شايفين بقى اللون بتاعها حلو ازاي؟ والتتبيله مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ايه. ريحتها حلوه قوي. شايفين بقى الجمال؟ انا كده بدوق الملح. لو لقيتها محتاجه ملح بحط ملح، ما لقيتهاش محتاجه ملح خلاص على كده. انا هنا حطيت معلقه صغيره كمان من الملح لان انا حسيتها ان هي محتاجه ملح. طريقه حلوه وسهله وبسيطه. السمكه طبعا انا ماسكاها كده من الدماغ ومنضفاها وغسلاها طبعا غسيل كويس، و سبتها تصفي المية بتاعتها، وبعدين حطيتها بقى ايه في التتبيلة بتاعتها. شايفين بقى اللون بتاع السمكة لما بيتقلب مع التتبيلة بيبقى عامل ازاي؟ هقلبه تقليبة حلوة عشان يشرب كل التتبيلة اللي معايا، وطبعا مش هنقعه في التتبيلة ولا اي حاجة.
يعني مش هتنقعيه في التتبيلة ولا كمان نص ساعة ولا كمان تلت ساعة ولا اي حاجة. هو احنا هنقلبه كويس، وبعدين هنحطه نرصه على طول في الصينية، لان السردين من الحاجات اللي بتشرب التتبيلة بتاعتها بسرعة. السمك من النوع اللي بيشرب التتبيلة بتاعته بسرعة. هجيب بقى صينية، هجيب بقى البولة بتاعتنا بتاع السمك على جنب، وهحط الباقي بتاعة الطماطم والفلفل والبصل في قلب الصينية كده زي ما احنا حاطين مع بعض، وهقلبهم عشان انا ما كنتش مقلباهم. هقلبهم عشان يبقى البصل مع الطماطم مع الفلفل. وهي دي القاع بتاع الصينية معانا اللي هنرص عليه السردين. انا بفصص بس البصل ما يبقاش كله في حتة واحدة زي ما احنا شايفين كده مع بعض. شايفين؟ ولا حتى مادة دهنية ولا اي حاجة. هحط بقى شرائح كده من الليمون تحت في القاع بتاع الصينية، وهرص عليه بقى على طول. اجيب السمك بقى وارص السمك. عايزة تعمليه بقى بشكل عشوائي ماشي، عايزة تعمليه زي ما انا بعمل ماشي، زي ما انت عايزة. شايفين بقى الجمال؟ انا طبعا مش مسرعة الكاميرا ولا اي حاجة، انا معاكم واحدة واحدة وتركاية تركاية. شايفين اصلا اللون بتاع السردينة عامل ازاي؟ تتاكل اكل يا جماعة، والريحة مش قادرة اقول. طبعا هنا في الوقت ده انا مولعة الفرن بتاع البوتاجاز، انا مولعة الفرن بتاع البوتاجاز. شايفين الجمال والحلاوة؟ طبعا لو النار بتاعة البوتاجاز عندك هادية، ولعي الشواية والفرن. النار عالية، سيب الفرن بس اللي شغال مش الشواية. السردين ده متوفر دلوقتي في الاسواق وفي محلات السمك موجود. تقدري تجيبيه وتعمليه. طريقة سهلة وبسيطة زي ما احنا متعودين مع بعض ان احنا بنعمل اكلنا من البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان بطعم بره. شايفين الجمال؟ الله على الحلاوة. هنا كمان فايض سمكتين، فانا بقى بحاول الاقي لهم، يعني ادور لهم كده على مكان زي ما احنا شايفين كده مع بعض. كده الصينية بتاعتي تمام. الحتت الفاضية بحط فيها سمك. والتتبيلة اللي باقية معايا بحاول ان انا احطها. شايفين الجمال؟ الله على اللون بتاع الصينية بتاعتنا. اجيب كده باقي التتبيلة معايا بالسباتولا عشان تبقى شاربة كل التتبيلة بتاعتها. وزعي بقى التتبيلة كده على السردينة كلها. خلاص كده، خلاص كده. هنحط بقى شرايح كده من الليمون. عايزة تحطي ماشي، مش عايزة تحطي انت وراحتك، انت كده كده حاطة في التتبيلة ليمون. شايفين الحلاوة؟ الله على الجمال. هنحطها بقى في الفرن. هتاخد بالظبط معاكي تلت ساعة، وولعت عليها كمان الشواية، خدت معايا اللون الحلو ده كده. طبعا عملت بصل بالسماق، وعملت طبق من الرز الحباية والحباية. عايزة تعملي رز ابيض ماشي، عايزة تعملي رز حباية وحباية ماشي، زي ما انت عايزة. شايفين بقى الجمال؟ لونها طالع من الفرن خطير بجد. وشايفين بتتشال معاكي بمنتهى السهولة، سهلة جدا جدا جدا، لا لازقة في الصينية ولا اي حاجة. هنا كانت قبل ان انا مغرف الصينية، وقبل ان انا ماشيل منها اي حاجة. الصينية هنا معايا كاملة في اللقطة دي.
شايفين؟ يا جمال ويا جماعة. هنجيب بقى الطبق بتاعنا اهو، هنغرف بقى اللقطة من الاول خالص. طبق رز كده حباية وحباية، تعمليه بقى بالشكل اللي يريحك. احنا قلنا طبعا ان العين بتاكل قبل البق. شوية بصل معمولين بقى بسماق وليمون وملح. السماق ده حلو جدا مع البصل. وهبتدي بقى ان انا اشيل. طبعا الاكلة شهية ولذيذة، ومش عايزة اقولك على ريحتها عاملة ايه في المطبخ. جربيها ومش هتندمي. شايفين الحلاوة؟ الله على الجمال. جايبه لكم الطبق من قريب اهو. شايفين السردينه لا محروقه لا من تحت ولا من فوق، ومش لازقه في قلب الصينيه ولا اي حاجه. الله على الحلاوه والجمال.